أهلا بيكم في قناتي، قناة أنا مصمم اللي بتتكلم عن التصميم الداخلي وأسراره وإزاي التصميم الداخلي يقدر يساعدنا عشان حياتنا تكون أسهل وأريح وأنجز. معاكم مصممة الديكور رباب محمد، أونر شركة راقت للتصميم الداخلي والأساس. هنتكلم النهاردة عن مشكلة بتقابلنا مع العملاء، وهي إنه العميل بيكون مش قادر يحدد أو يوصف لمصمم الديكور الطراز اللي هو محتاجه بالظبط. أحيانا بيكون في طراز عاجبه بس مش عارف اسمه، واحيانا بيكون صعب عليه انه يختار لانه مش عارف المميزات والعيوب بتاعه كل طراز منهم. النهارده هنتكلم عن مجموعه من اشهر الطرز واوسعها انتشارا، هنتكلم عن صفاتها، ازاي نقدر نحدد ونسمي الطراز ده، مميزاته وعيوبه. يلا بينا نبدا الفيديو. هنتكلم النهارده عن مجموعه من اشهر الطرز واوسعها انتشارا. مش هنقدر نتكلم عن كل طرز التصميم الداخلي لانها كتير جدا، بس نقدر نتكلم عن الاكثرها استخداما. اول طراز هنتكلم عنه هو الطراز الكلاسيكي. الطراز الكلاسيكي ده ظهر في اوروبا في منتصف القرن السابع عشر تقريبا، ظهر في قصور النبلاء والامراء والملوك. طيب بما اننا قلنا انه ظهر في قصور الامراء والنبلاء والملوك، احنا كده تقريبا لو شفنا اي صوره للطراز الكلاسيكي هنقدر نحدده بمنتهى السهوله ونتعرف عليه. يبقى هو علامه للخامات الغاليه الفخمه والذوق العالي والرفيع، ده اهم ما يميزه. طيب تعالوا بقى نشوف صفاته عشان نقدر نتعرف عليه اكتر. اول صفه في صفات الطراز الكلاسيكي هو التماثل او السيمتريه. يعني ايه التماثل؟ يعني زي الصورة اللي هتظهر عندكم دلوقتي دي، لو حطيت خط في منتصف الصورة بالظبط هلاقي ان النص اليمين للصورة تيبيكال النص الشمال. اذا في ابليك في اليمين هلاقي ابليك في نص الصورة الشمال، اذا في تابلو هلاقي تابلو، اذا في بانو هلاقي بانو، هكذا. هم ما كانش عندهم الفلكسبيليتي بتاعة التغيير او كذا، هم دايما بيحبوا التماثل بالظبط. طيب صفة تانية من صفاته زي ما بدأنا نتكلم عن الطراز ده، ان هو بيستخدم المواد الطبيعية الفخمة جدا، زي الرخام في الأرضيات، زي الأخشاب الطبيعية. برضو ممكن يستخدموها في الأرضيات وممكن في الفرش. الفرش بيكون من الأخشاب الطبيعية لأنه بطبيعته هو الأخشاب اللي فيها قيمة، الصالونات اللي فيها قيمة، والقيمة ما تطلعش غير من الخشب الطبيعي. بيستخدموا الأقمشة الغالية جدا زي الأوبيسون، زي القطيفة، زي الحرير المطرز. طبعا كمان في اختياراتهم لألوانهم بيختاروا دايما الألوان الملكية، على رأسها اللون الذهبي، الأبيض، الأسود، البني. في أقمشة التنجيد حتى لما بيختاروا أنهم يدخلوا ألوان زاهية بيختاروا الدرجة الملكية منها، الأزرق الملكي والأحمر الملكي. الستاير بيكون فيها الكثير جدا من التفاصيل، وعشان أقربها لكم بلغتنا الدارجة دلوقتي، كان وارد عندهم قوي ودارج جدا استخدام البلتكانة والبرائع أو الدرابيه في الستارة. بيتميز الطراز الكلاسيكي كمان بكثرة التفاصيل. يعني إذا حطوا بانو في الحيطة فتلاقوا الأركان بتاعة البانو والمنتصف بتاع البانو مليان زخارف وتفاصيل. إذا هنعمل قطعة أثاث بتكون مليانة بالقيمة والتفاصيل. الأقمشة، السجاد، كل حاجة، كل عنصر من عناصر التصميم الداخلي عندهم كانت مليئة بالتفاصيل. بعد ما الصور هنتفرج عليها وتظهر لنا أكيد هتقدروا تتعرفوا بسهولة على الطراز الكلاسيكي. خلينا بقى نعرف إيه هي عيوبه ومميزاته علشان كل واحد يقدر يختار اللي يناسبه. أهم مميزات الطراز الكلاسيكي الذوق العالي والرفيع، زي ما قلنا هو ذوق راقي جدا. الحاجة التانية إنه موضة ما بتروحش. يعني من وقت ما ظهر الطراز الكلاسيكي من منتصف القرن السابع عشر إلى الآن وهو ستيل الناس بتستخدمه وستيل موضة جدا. ظهرت معاه حاجات موضة جدا في التصميم الداخلي وراحت واختفت، وهو لسه مستقر ويكاد يكون متربع على عرش التصميم الداخلي، مع العلم إن طبعا أحيانا كتير بنحتاج نبسط خطوطه شوية علشان تناسب العصر اللي احنا متواجدين فيه دلوقتي. طيب ايه هي عيوبه؟ هو طبعا علشان يتنفذ صح فهو صعب التنفيذ، محتاج مهارة جدا، مهارة عالية لكل حد بيشتغل فيه. هو محتاج تكلفة عالية لأنه قلنا بيعتمد على خامات كلها طبيعية وغالية.
هو كمان نقطة لازم نبص لها دلوقتي، لأنه احنا قلنا إنه احنا تقريبا دلوقتي كل أفراد الأسرة بتشتغل أو بيشتغلوا وبيدرسوا، فهو كمان صعب جدا في الصيانة أو النظافة. ده طبعا حسب كل حد. إذا مش كل الأسر دلوقتي تقدر يكون عندها حد بيساعدها في النظافة، إذا في تمام مش هتحسوا بالمشكلة دي، أما إذا ما فيش فهو الحقيقة بيحتاج لوقت طويل ومجهود في النظافة. كمان هو مش مناسب أبدا للمساحات الضيقة، لأنه زي ما قلنا قطعه ضخمة ومليانة بالتفاصيل، العناصر بتاعته ضخمة ومليانة بالتفاصيل. هو مناسب أكتر للأماكن الواسعة. كده احنا تعرضنا لصفاته ولمميزاته ولعيوبه، ما اقدرش احكم عليه وما اقدرش اقول ده احسن حاجة او اوحش حاجة او كده. كل واحد وذوقه، كل واحد ادرى بظروف حياته ويقدر يشوف اذا كان الطراز ده يناسبه او لا. نيجي بقى لتاني طراز هنتكلم عنه النهاردة، وهو الطراز الحديث او المودرن. الطراز المودرن بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على الوظيفة مش الشكل. يعني تقريبا هو العكس تماما او المقابل تماما للطراز الكلاسيكي. اولا اهم حاجة هو بدأ في منتصف القرن العشرين. اهم حاجة بتميزه الخطوط البسيطة جدا، بساطة كل شيء، والاشكال الهندسية، انه كل حاجة بنرجعها للشكل الهندسي، وتحديدا المربع والمستطيل والمثلث. الخطوط المنحنية فيه قليلة جدا. استبدال الخامات غالية الثمن بخامات رخيصة، يعني هنبدأ نستبدل الرخام مثلا بالزجاج، أو الرخام بالسيراميك أو البورسلين، الأخشاب الطبيعية بالأخشاب المصنعة. تقريبا مفيش تفاصيل موجودة لا في الأساس ولا في التصميم الداخلي. بنستخدم الأقمشة المريحة مش الفخمة. فهو زي ما قلنا بيعتمد على الوظيفة مش الشكل. هو كمان بيعتمد على خلق المساحات المفتوحة دايما، لأنه زي ما قلنا هو الطراز المودرن ظهر في الحضارة الأوروبية، فهو زي ما قلنا هم ما عندهمش إشكالية المطبخ المفتوح والحاجات دي، فهم بيفتحوا كل المساحات على بعضيها. كمان من أهم الحاجات اللي بتميزه زي ما هيظهر على الصورة دلوقتي هو عدم التماثل. التماثل اللي شرحناه في الطراز الكلاسيكي، ان لو حطينا خط في نص الصورة نلاقي ان نص الصورة اللي على اليمين هو مطابق تماما لنص الصورة اللي على الشمال. في الطراز الحديث ده العكس تماما. احنا لو حطينا خط في نص الصورة تقريبا وبنسبة كبيرة جدا مش هنلاقي ان نص الصورة اللي على اليمين مطابق ابدا لنص الصورة اللي على الشمال، ودي من اهم مميزات الطراز الحديث، وحاجة تخلينا نقدر نتعرف عليه بمنتهى السهولة. دي الصفات بتاعته، خلينا نعرف مميزاته وعيوبه. مميزاته ان هو سهل في التنفيذ، غير مكلف، وهو كمان مناسب جدا للمساحات الواسعة او الضيقة. عيوبه انه مفهوش تفاصيل، ففي ناس كتير بتقول عليه ان هو ركيك علشان مفيش تفاصيل بتميزه او زخارف او كذا. طبعا دي مسألة ذوق راجعة لكل واحد واختياراته وظروفه. هنتكلم دلوقتي على طراز النيو كلاسيك. من اسمه كده هو واضح انه دمج ما بين الحديث والكلاسيكي او القديم، وهو استحدث الطراز ده علشان يعالج العيوب، او بلاش اقولها عيوب لانه احيانا هي ممكن تكون عيب بالنسبه لي في الطراز ده بس مش عيب لغيري. احنا نقول علشان ارضاء شريحة أكبر من مستخدمين الطراز ده أو الطراز ده، إن إحنا بنبسط التفاصيل أكتر. يعني خلونا ناخد مثال هيظهر لكم في الصورة، إن أنا ما كنتش بستخدم البانو في الطراز الحديث اللي هو المودرن، أنا كنت بستخدمه في الطراز الكلاسيكي. في النيو مودرن أنا هستخدمه، بس هستخدمه بالخطوط المستقيمة بدون أي زخارف في الكورنرز أو في النص. أنا كده رحت للمرحلة الوسط اللي بينهم، إن أنا استخدمت البانو بشياكته وأناقته بس من غير تفاصيل كتير. أبدأ أعمل دمج ما بين قطع الفرنتشر الحديثة والكلاسيكية علشان أقدر أرضي ذوق أكتر. اقدر استخدم الاوتلاين بتاع كل حاجه شيك وراقيه بس من غير تفاصيلها الداخليه. بدات ادخل في الطراز دوت الخطوط المنحنيه او الكيرفز اللي احنا قلنا ان احنا ما بنملهاش في الطراز الحديث. اقدر احط النجفه، ارجع تاني استخدم النجفه بس الاوتلاين بتاعها من غير كل التفاصيل
الداخليه واستخدمها مع السبوت لايت اللي احنا بنستخدمه في المودرن. فكده اقدر اجمع بين الذوقين يعني اتفادى الحاجات اللي كانت ممكن تكون مزعجه لبعض الاشخاص في كل طراز. فانا اضفت للمودرن شويه تفاصيل وبسطت الطراز الكلاسيكي شويه علشان اطلع بالطراز ده اللي هتقدروا تتعرفوا عليه من خلال شرحي ومن خلال الصور اللي هتتعرض قدامكم دلوقتي. طبعا مش هقول لكم على عيوبه ولا مميزاته، لان احنا قلنا ان احنا كده خلاص حته انه غالي الثمن احنا نقدر نطلع منه اللي احنا عايزينه كسعر وكجوده، وكمان نتفادى اي حاجه ممكن تزعجنا في اي طراز من الطرازين. طيب ده معناه ان هو ده بقى افضل حاجه وهو ده اللي احنا نختاره؟ هو حقيقي من افضل الطرز المحببه والمقربه الى قلبي، لانه من خلال مهنتي انا فعلا في فلكسبيليتي عاليه تخليني اتفادى كل ما هو مزعج في اي طراز من الاثنين. بس اصلا احنا لسه عندنا في الفيديو الجاي ان شاء الله هكلمكم عن طرز مختلفه تماما، وهاخدكم لحضارات مختلفه تماما بعيده عن الحضاره الاوروبيه، ممكن تعجبكم اكتر وتحسوا ان انتوا محتاجين ان انتوا تستخدموا الطرز دي. يا رب المعلومات اللي اكون قدمتها لكم النهارده عن الثلاث طرز اللي اتكلمنا عنهم تكون واضحه ومفيده ليكم ان شاء الله. هنستكملها باذن الله في الفيديو الجاي. محتاجه افكركم دايما زي ما بفكركم كل فيديو انه زي ما احنا محتاجين نعمل تصميم داخلي للمكان اللي حوالينا، محتاجين نعمل تصميم داخلي لنفوسنا وعقولنا وسلوكياتنا، نشيل منها كل اللي بيأذينا ويأذي اللي حوالينا ونحط فيها كل اللي يفيدنا ويفيد اللي حوالينا. النهارده عايزه اكلمكم عن ايه واحنا بنختار الطراز المناسب. اختار اختيارك انت وصمم عليه، ما تخليش حد يختار لك، ما تخليش حد يأثر عليك. دايما صر على اختيارك ده بعد طبعا اخذ الرأي ومشورة من اهل العلم في الشيء اللي محيرك. اما اذا هو حاجة مرتبطة بحياتك اختار اللي يريحك انت، لانه مفيش حد هيعيش حياتك غيرك، ومفيش حد هيتحمل اختياراتك غيرك. ومش من الطبيعي ان انا اسيب حد يأثر عليا واعيش اختيار حد غيري، انا اعيش النتيجة. وخليك دايما مصمم على اختيارك، وزي ما انا مصمم خليك مصمم. اذا في عندكم اي اسئله او اي استفسارات اكتبوا لي في الكومنتس. اذا عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب. اشوفكم على خير.